ولذلك نحن نطمئن إذا جاءك كذب حولك الناس بأكاذيب وأنت تعرف نفسك، لا تقلق، اطمئن إلى نصر الله. وقد نصر الله سبحانه وتعالى وأصهر حقيقة عرض يوسف عليه السلام لما اتهم وافتري عليه ما افتري. أظهر الله سبحانه وتعالى صدقه وأمانته. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، وشهد له الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وشهدت له كل شيء حتى إبليس، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين، العباد المخلصين لا يصل إليهم. كذلك جريج الراهب جريج لما اتهم بالجريمة، جريمة الفاحشة، أظهر الله سبحانه وتعالى صدقه بعدما ثار الناس في وجهه وكسروا صومعته، ثم اتضح أن الغلام نطق قال أبي الراعي فلان. كذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أظهر الله براءة وطهارة عرضه. أمنا عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عليم. فأنت مهما أشاع الناس حولك أو أشاعوا حول توجهك أو حول المسلمين فإن الباطل سينكشف، لقوله تبارك وتعالى: إنه لا يفلح المجرمون.